لدراسة اللغة الأشورية. الآن هي الحلقة الثامنة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة، ولا تنسوا تكتبوا ملاحظاتكم لأنه هاي مهمة، لأنه أبونا شمعون سيعتمد عليها مشان يضبط الكتاب ليكم ولينا وللجميع، يعني جميع اللي حيشاهدوا هذه الحلقات. أبونا أهلا وسهلا بك، ابدأ الدرس تاعك، تفضل أبونا. شكرا 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 أستاذ سامي. أيوة، فلنبدأ لنشوف على بركة الله. هلا ظهر عندك هذه نص. أيوة، ابدأ من أول الصفحة. من أول الصفحة. أيوة. عناصر، نبدأ من عناصر الكلام. أيوة، كنا في الحلقة كويس. السابقة بدينا بهذا الفصل الثاني عناصر الكلام، وتحدثنا شوية عن الكلمات هذه أنه وكيف هاي منين جتي، هل استخص إذا عندها جذر أو ما عندها وهيك. حلو، يعني كان أمور جدا مفيدة. وبدينا بالاسم، أحد عناصر الكلام السبعة. لا بس أنت نسي، أيوة لازم تقول إنه عناصر الكلام باللغة الأشورية 7. هي عناصر، طبعا قلناها عناصر الكلام باللغة لا الأشورية. ما احنا هذيك احنا نسينا شو قلت الحلقة الثانية، بجوز ما أوكي، نشوفها. نعيدها ولا شو يعني؟ دلل أستاذ سامي، دلل علي دلل. فنحن عناصر الكلام باللغة الآشورية المعاصرة هي 7، مثل كثير لغات أخرى أيضا الغربية بها 7. وهي طبعا هالعناصر الكلام هي اللي تكون اللغة. يعني اللغة يعني شو هي عناصر الكلام؟ هي الكلمات المختلفة اللي تلعب دور مختلف بالكلام. تمام. أيوة. لأنه مو كل الكلمات من نفس النوعية، هناك الفعل وهناك الاسم، هناك كل واحد من عنده هالكلمة هالعناصر أو هالأقسام، أقسام الكلام أيضا، مثل ما بالإنجليزي the parts of the speech، يعني أقسام الكلام. كل قسم أو كل عنصر يلعب دور معين في تكميل اللغة هذه. أيوة. وعندنا نحن 7. العنصر الأول هو الاسم. فقط مشان العرب عندنا القواعد هي 3: الاسم، أيوة. الحرف، الفعل، العناصر فقط للتعريف. نعم. هلا احنا الأشورية حسب أبونا هم 7. تفضل. 7 عناصر كلام. نعم. فالعنصر الأول هو الاسم، شمة بالعربي، وقلنا وحكينا عنه بما فيه الكفاية، وقلنا أنه كان يدعى أيضا الموصوف حتى بالعربي الموصوف، مش تمهانة باللغة. طبعا هاي شو اسمه الأسامي القواعدية هي كلها أستاذ سامي للعلم، هي كلها من الآشوري القديم، مش تمهانة. يعني هذه هي الآشوري القديم. وهو الاسم عبارة عن كلمة تشير إلى شخص أو شيء ما، مثل آشور اسم علم، باسل كذلك، داود، آشور، داود، كتاوى كتاب، طورة جبل. طب أبونا عندي اقتراح. تفضل. عندي اقتراح. إيش الكلمة الأولى؟ آشور. طيب اكتبها بعدين ضيف بين قوسين، فاهم علي؟ اللفظ العربي وبتحط امامه نقطتين وبعدين المعنى، سكر القوس، والكلمة الثانية نفس الشيء مشان تسهل القراءة، مشان نتعلم الأحرف. خوش، ملاحظة جيدة. أيوة. مشان يعني حتى مش هلا، بعدين لا بس واحد عملها حتى بعدين عمل البقية. تتذكر، حطها بالأحمر مشان تتذكر. أيوة. فقط لأن أنا حاولت أشوف هذول وصرت أدور على اسم مشان أشوف شو مكتوب. آشور هيك تلفظ، تكتب نقطتين، بعد الراء، بعد الراء. أيوة. نقطتين بعد الراء. أيوة. وكلمة اسمها نفسها هذا أشور هي نفسها. هيك. اوكي، هاي راح تصير بعدين حتى اعملها الى الاخير. باسل معروف، باسل هو عربي باسل. داود. ايوه. كتاوى كتاب، كتابة، كتاوى كتاب. ابونا عندي سؤال. نعم.
كلمة داود إيش تاع داود؟ أنتوا عندكم أسقف اسمه بداويد. أيوة، بداويد هاي يعني آل داويد، بيت داود. يعني هاي بيت، البي يعني هي بيت داود. هي تلخيص لكلمة بيت. أيوة بيت. البيت هي جزم كلمة بيتا التي تعني بيت، يعني عائلة. عائلة. بيت أيوة داوود، بيت بيت. داوود، وسموهم عائلة آل داوود مثلا، آل داوود. آل كويس. داوود. أنا لي صديقي كبير اسمه بداويد نعم من نعم سويسرا. نعم. هلا سؤال مشهورة هاي. داويد، الاسم شو يعني؟ داوود. ما أعرف، صدق ما أعرف. مو مشكلة، ما كمل. يلا، إلى أنا يوم فكرت سألت إنه نفسي هالسؤال هذا. داوود هو أخوي اسمه داوود. أنت ممكن بعدين تشوف بعدين إتيمولوجي. نشوف نشوف هذا، أيوة يعني نفتش عليها إذا تريد فقط، لأنه حلو إيه. واحد يعرف من وين جت الكلمة، إيه. شو معنى الكلمات. نعم. آه هي في كثير من اسماء نعرف معناها، لها معنى، بس كثير منها ما نعرف، ما ترى انت يعني خليناها ضاعت. داوود، كتاوى، وطورة جبل، كتاوى كتاب، طورة جبل. اوكي، كهذه كأمثلة يعني للاسم. هاي طورة، مش هاي اي، طورة كل جبل، طورة لأنه في جبل. القرآن هذه طور الكلمة تتردد كثير، وقريانا. 10 مرات. ايوه طورة، طور. ايوه الطور بالعربي جت في الطور. ايوه القرآن الطور من هاي الطور هي الأصل. مبتورة استاذ سامي، حتى بالاشوري بالسرياني. اذا نبترها يعني او نجزمها يصير طور. أيوة. طور أيوة. طور بالضبط. ولذلك أيوة. نحن نقول كثير كلمات السريانية دخلت العربية بترت. أيوة. أخذ الصيغة المبتورة أيوة حتى المختصرة. ترهم مع السياق، نسق اللغة العربية. نحن أيوة. بالعكس عملنا، أخذنا كلمات قسم عربية أيوة. وأعطيناها حركناها، مددناها حتى أيوة. ترهم مع نسق اللغة الآشورية. حلو عكس جدا. مثلا أعطيك عشاء قسم من الآشوريين، مو كلهم طبعا، أخذوها سوى عشايا. حتى ليش؟ حتى فهمت. ترهم مع كلها العشايا العربي، مع النسق الأشوري. أيوة مع النسق. فالعرب أيوة. بالعكس، هي هيك. هو هيك حلوة حسب لغته. أنا تعجبني هيك شو اسمه هذه. إيه. يعني يعني مثل تلفزيون بالإنجليزي، آه، تلياني بسموه تلفزيوني. أيوة إيه. بالضبط زادوا 100%. لها إيه، لأنه هو هيك هي لغتهم بالإيه. بالغاضي أيوة، دائما بالفرنسي تحرك. تلفزيون. أيوة إيه. ايوه فهمتم بالفرنسي علي؟ عملوا نفس التلفزيون أيوة. وقطاع تلفزيوني ايوه، يعني كل واحد بظبط الكلمه حسب اللفظ تاع لغته. ايوه بالضبط. معتاد، لانه نعم. تلفزيون بيطلع ناشفه في الايطالي. لا ما ممكن، ما يقدر. التليان لازم تغني. دائما تحركها نهايه الكلمه تحرك. ايوه، مثلا الملاك انج بالتلياني هم انجلو. ايوه وبالانجليزي انجل. فاهم علي؟ مارك سوى ماركو. ايوه نفس الشيء، يعني نفس الملاحظه هي. ونحن نفس الشيء، عشايا. ايوه عشاؤه. اكيد السريان الشرقيين يقولوا عشاء ومش عشاء. غربي ايوه عشايو الشرقي. عشايو. الغربي. عشايو. شوف ايوه شو شوف مثل هذه التليان. يطبقون عليها القاعدة تقول إذا كل الكلمة اللي منتهية بهمزة عشاء، ايوه. الهمزة هذه تنقلب إلى ياء. ايوه طيب. راح نجي نشوف هذه كثير بالأفعال وكلمات وأسامي حلو تتحول إلى ياء، فتصير عشايا، ولازم يكون وبالألف عشايا تصير. ايوه، بينما عند السريان الغربيين أو هذول عشايو. أيوة الآية مثل المسيح يسوع، انت كيف تقوله بالشرقي كيف بالغربي؟ إيشوع. فين إيشوع نحن بالشرقي امه؟ إيشوع. هي لأن هاي كلمة منتهية بالعين، هي أصلا إيشوع. والمسيح مسيحة.
مشيحة. أيوة، نحن نقول مشيحة وما نقول مشيحو. هم على الطريقة الإيطالية بشيحوا. أيوة. صح، بالضبط. إيه هم يقربوا للتليان مرتين ثلاث. إيه هيك مشيحة. نكمل حلو إيه جدا. انه انتوا الاشوريين كلهم مشيحة، إيه. السريان يعني الاشوريين الغربيين كلهم بشيحوا. أيوة بالضبط، هو مشيحة. نفس المسيح بس كل واحد بلفظها على طريقته. أيوة أيوة. بس ما بيكتبوها نفس الكتابة أبونا ولا كيف؟ الأحرف هي مختلفة. أيوة الأحرف الصغيرة خاصة أيوة أيوة. اعتيادية، أما الإسرنجيلو هي تقريبا نفسها. إيه أوكي أوكي أوكي، إيه. أنا كلها مش. هي شوف، اليونان سووها مسيا، أيوة المسيح مشيحة. أيوة العربي سووها مسيح، أيوة هو واليونان أخذ مسيا، أيوة أيوة لأنه هي شين ما عندهم اليونان، أيوة. فمشيحة مسيا. وبالإيطالي ميسيا إيه وبالفرنسي مسيا. إيه. ميسي. هذول ميسي. الأوروبيين كلهم أخذوا من اليوناني بعدين، أيوة 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 عن أيوة طريق اللاتيني طبعا، من خلال اللاتيني دخلت من اليوناني اللاتيني إلى اللغات الأوروبية الغربية. أيوة أيوة أيوة. إيه. طيب إيه. نكمل. والاسم له معنى كامل بذاته، وله جنس مذكر مؤنث وعدد مفرد جمع. طبعا هذا خليك هين هذاك الاختلاف مع العرب، إنه إحنا عندنا مذكر مؤنث وجامد. ايوه، ومثنى. ها. ايوه ومفرد وجمع ومثنى. صح، فهمت انت علي؟ مذكر مؤنث وجامد. اه يعني اه. مثل الالماني نويتر. ايوه 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 بالتمام بالتمام. اذا المفرد وجمع ومثنى. مفرد ومثنى وجمع. ايوه، نحن ما عندنا بالعبري. لا مثنى ولا الجامد، يختلف عن بس عندكم ابونا مثنى بس نادر. بعض الكلمات القديمة باقية ككلمة، بس بلوك هيك ما عنده أي شيء اسمه، مثل مثلا. نهرين، بيت نهرين، يعني ايوه وادي الرافدين، أو وادي الرافدين باللغة الآشورية القديمة والحديثة، بيت نهرين مو نهرين، نهرين مو جمع مثنى. واحد يقول ليش كثير من الآشوريين يقول لا نهرين، لأنه ياء موجودة بس ما بها تحتها نقطة، يعني مو هي حركة إي، إنما ياء ايوه. فقط. وقبلها الريش اللي قبلها الراء لها كسرة طويلة، نهرين تصير اه. مو نهرين. فقسم ايوه. الآشوريين حتى يلفظوها نهرين، فأنا دائما أقول لا غلط، لأن هذه باللغة القديمة هي مثنى، كان فيه مثنى. حتى على كان في فكره. ايوه ملكين ملكتين، ملكين يعني ملكين، ملكتين يعني ملكتين. كان في ابونا هذا نفس بالقديم، قديم. إيه بالعبري كمان ما عنده مثنى إلا بعض الكلمات المزدوجة. مهم. نفس الشيء. يعني أظن الخد والعين وما أعرفش إيه كمان بحطوها بالمثنى. فاهم اها. علي؟ ايوه، الأعضاء المزدوجة. مزدوجة، الأعضاء المزدوجة. أيوة أظن هيك. فأنت ممكن تضيف هنا إنه هنا نقطتين. المثنى نادر، يعني فقط لا، أنا نادر. وقت ده رح يجي بعدين خلص حلو أتكلم عن جدا. عن الجمع والهذه، عن هاي قايلة كاتبها. بس ايوه هون ايوه هون ايوه فقط فد نظرة عامة هيك يعني، بس على هالأمور هذه، بعدين ايوه أخذ كل ايوه. واحدة منها من هالعناصر ندخل بصورة بالتفاصيل. التفصيل كلها. حلو جدا حلو جدا. بعدين عندنا الصفة، لهذا هون يا ريت أنا أستعجل شوية، لأنه بعدين كل هذه مشروحة حتى ايوه ايوه. لا تتكرر. ايه. يعني انت فالعنصر عايز الثاني تسكتني، عايز تسكتني. العنصر الثاني هو الصفة. انا صرت اعرفك، شفت علي. ما يفهم رطني الا ابن العنصر بطني. الثاني، لا. يلا كمل الله بعيد. لا تظن فإن بعض الظن إثم. إيه بس يعني ارحمني يا ابونا، ما يصير هيك تسكتني على لا طول. لا يلا. تظن أستاذ سامي فإن بعض الظن إثم. لا لا هو كله اثم. يلا ببعضه. كله صابون. إيه. شو هاي الصفة بالسرياني شو يعني بيقولها؟ شو ماها. بالاشور احنا لما لا، على شو الاشور. ماها. يعني شوف شو؟ الشين لها أوه. يعني شو ما هاي؟ ماها يعني صفة، يعني
المسمى ممكن تقول مسمى إذا حرفيا بس ما شو، لأنه هذيك اسمه شمة. هاي شماها شوماها. شماها شوماها المسمى. أيوة، عفارم عليك. المسمى، أيوة كويس، أنا ممكن فهمت. حرفيا يعني نترجمها المسمى، إيه بس هي حلو. مفهوميا هي صفة يعني معنويا. الصفة، أيوة. صفة adjective بالإنجليزي، adjective أيوة. في كل اللغات الأوروبية. إيه. وهي هاي الصفة شو كلمة أيضا تشير إلى حالة أو خواص الاسم، أيوة. وتكون تابعة له وملحقة به وليس لها معنى كامل بدونه. هاي يعرف طيب. هيك معروفة الصفة. أيوة. ولها نفس خواص الاسم من حيث الجنس والعدد، يعني إيه. جمع ومؤنث ومذكر وجمع ومفرد. أيوة. مثال هونانا هونانا هونانا، شنو إيه. يعني؟ ذكي، عاقل أو عاقل، ذكي أيوة. عاقل. أو لا لا. هونانا هاي راح أعملها بعدين كلها، إنه حط اللفظ مالها بالعربي أيوة، عفارم عليك. المعنى. شكرا شكرا أبونا، صح. مشان نتمرن على الأحرف. جميل جميل. لأنه صعب واحد يحفظهم إذا ما عنده تجارب أبونا. أكيد أكيد أكيد. أما بس طبعا أنت. راح تجي أستاذ سامي لما نمشي وهذه وراح تتكرر هالكلمات وتجي ونعيد لا، ونصقل، ما هو تمرين حلو هيك. بالنهاية راح تكون. يعني ما هو مرنا هيك، مم. مرنا مشان نتمرن، ما احنا مو حلو. خسرانين شيء. لا الله بعين. ما إيه. ورانا شيء. إيه. نحن نقول عندنا مثلا، يقول واحد لما يستعجل يقول شنو بدي اتحمل، يعني خمان احنا راح نهاجر، يعني راح نهرب، ايوه. تتحمل. لا. اي لا. لا وما احنا يقولوا عندنا: يا هارب من قضاي ما لك رب سواي. حلو، مالك سواي. يا هارب من قضاي ما لك رب سواي. سواي هذا ايه. والدي وين المرحوم كان وين يقول تروح؟ وين هيك. تروح؟ ما تروح ما كان والدي دائما يكرر هاي الجملة. آه. لا، ما احنا نقول بالعربي القضاء والقدر، مش هيك؟ صح. القضاء والقدر. فوالدي ايه. كان يقول: يا هارب من قضاي ما لك رب سواي. سواي ايه آه، ايه ايه. آه، فما ما تحاول يعني ما ما تحاول ما تحاول ما لك مهرب. ما أعرف. مهرب ما عنده. ايوه ايوه. ايوه. طيب. اوكي، فهذه هونانا ذكية وعاقل. وبعدين عندنا نصيخة. ايوه. نصي، شوف ليش صادت شددت؟ لأنه قبلها حركة قصيرة. أيوة فتحة قصيرة. ايوه ايوه نصي. ايوه ايوه ايوه. نصي. حركة، ايوه. في حين هاي يا ريخة، يا. يا هاي حركة طويلة يا. ايوه. فالراء بظل عادية. أيوة يا ريخة. ويا اه. ريخة معناه طويل. طويل. ايوه. يا. نصيخة يعني ناجح موفق وهيك. والباء والياء هاي هي علامة الكسرة الطويلة باليريخة. أيوة، هذه الياء اللي تحت النقطة هي ايوه، هي هي علامة الكسرة الطويلة. الخواصة، الياء أيوة أيوة الكسرة الكسرة الطويلة. الطويلة. يريخة، ايوه هيك. طريخة إي. ايوه يريخة. بعدين خوارة. خوارة، شوف الخاء ايوه. ما لها حركة، فلذلك ما تلفظ مع الحرف الجاي بعدها اللي هو متحرك، خوا، فيشكلون مقطع واحد. خوا خوا ايوه خوارة. ايوه ايوه خوارة. خوارة. خوارة ايوه ايوه. معنى أبيض. خوارة. خوارة. من هون جت الحوريات. حوريات. بيض. حوريات نعيم بيض يعني ايوه ايوه. هاي حلوة. هاي حلوة يعني. ايه، هاي من هون جت الحوريات. حوارة. ايوه بالفعل حوارة بالقديم حوارة. يسموه حوارة. ايوه ايوه. بالحديث خوارة. احنا ابونا بنسمي. شوف، هاي فقط للذكرى. احنا نقول ارض حور. ارض حور يعني حور. ارض بيضاء. كان يستعملوها مشان يعملوا مثل ما تقول الطين مشان مثل الخزف. مثل الخزف. يعني تراب حور، أرض حور، خوارة يعني. ايوه. يعني حوار. تراب حور. فاهم أبيض علي؟ يعني. ايوه، حوار ابيض. فعندنا قريه اسمها حواره. هي هاي حوارة حوارة. حواره يعني البيضاء، البيضاء بالضبط. يعني اللي فيها حور.
ايه جايه من هون من هون من هون. ايه. واضح. فاتذكر انه والدتي كانت هي تعمل الطابون، ايه ايه تعمل الطابون من خزف مثل هيك، هي تعملها بذاتها. حلو. فتوصي والدي تقول له انت لما تمر على المنطقة هاي جيب لنا تراب حور. هو ايه. فهمت علي؟ شايف شلون. ايوه شايف. كيف الامور ترتبط. بالفعل فهو يجيب الحور وهي تعمل منه الطابون. ايوه طابوق للبناء. لا، آه. مش طابون. صابون. لا، اسمع مني، انت بالك مستعجل علي. لا ما لا مدى سمعت. طابون مع الطاء. ايه طابون يعني هو الفرن. فرن. ايوه ايوه. احنا بنسميه طابون. ايوه، الطابون يعني هو مثل هيك ومفتوح من فوق وله غطاء، وبعد نحط حواليه نار ونحط داخله حجار ونخبز به. يسموه طابون. طابون بالنون، انا ايوه سمعتوها طابون. طابوق. لا، طابون بالنون، طابون. ما بعرف ليه يسموه هيك، هو طابون. فكانت والدتي المرحومة هي تعمل طابون أو تعمل جرار. ايوه جرار. جرار من هاي هي بذاتها. فاهم علي؟ من تراب الحوة. الظاهر هذا التراب يقاوم الحرارة كثير. يظهر بس أيه. يعني لأنه له خاصية المزج. فهمت علي؟ تنمزج التراب طابون العادي ما ينمزج. ما أيه. ينمزج، يعني مثل ما تقول انه في اسمنت، كانه في ايه اسمنت. ايوه 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 فاهم. طابون، ايوه حور. تراب الحور. فهنا هاي الكلمه اللي حكيت لنا اياها، هاي ايوه من هاي. فهمت علي؟ ايوه 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 ايوه. فقط للفلسطينيين اللي يسمعوا يتذكروا هيك، يسهل عليهم هو الفهم. يتذكرهم بس حور. وارخ ايوه. وارخ. ايوه. والكلمة الأخيرة هي شخينة. شخينة. شوف. ايوه، وتعني يعني ساخن حار. شوف. سخينة. سخينة. لأنه هناك كلمة أخرى أبونا، آه، سكينة. هاي بالكاف. هذيك بالكاف الملينة شخينة. يعني شخنتا سكينة. شخنتا هي أيوة السكينة. أيوة شخنتا. أيوة. بس هذه شخينة. أيوة. شخينة الساكن. شخينة يعني ساخن حار. سخينة، أيوة. شخينة. ساخن، إحنا بنسموه ساخن أيوة خلي بالعرب. ساخن أحسن. حار. ساخن. ساخن أفضل. أيوة، مشان أسهل ساخن لنا. أيوة حتى تكون أيوة. قريبة. شخينة. إيه. أيوة. اوكي. هاي صفات هذه يعني حلو حلو. فقط امثله بسيطه كم واحده يعني. حلو جدا. هاي صفة. للمثال فقط. أيوة. بعدين العنصر الثالث هو الضمير ونسميه خلاب شما. ايضا باللغه القديمه هذه خلاب شما. شنو خلاب اتذكر صارت كثير نقاشات عليها، هل خلاف وخليفه خلاف. أيوة أيوة أيوة. خلاب اي خلاب شما يعني يعني بديل الاسم. خلاب هو بديل. خلاب شما. حلو حلو شايف شلون؟ حلو حلو بديل الاسم. حتى شوف باللغة حلو. اللاتينية ايوه برونوميني. ايوه 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 برونو. ايوه بروناون. باللاتيني برونوميني هو اه بروناون. ايوه. برونو. لا. ايوه ايوه. خلاب شما. خلاب حلو جدا. ايوه، احنا نسميه شما. ضمير، يعني اللي يضمر. ايوه يضمر الاسم مضمور هو فيه. ايوه ايوه، المضمور فيه. ايوه ايوه يعني، اسم مضمور. يعني المعني. ايوه المعني. ايوه ايوه. في حين نحن نقول خلاب شما يعني بديل الاسم، وهي حلو عبارة عن جدا. كلمة أو حرف يقوم مقام الاسم. شوف هو يبدأ يقوم مقام الاسم. هو خليفة الاسم. خلاف شما يقوم مقام الاسم ويشير إليه، ومن الممكن أن يأتي منفصلا أو متصلا. متصلا ايوه ايوه. بأي من عناصر الكلام الأخرى. ممكن مثل. يتصل بالاسم بالفعل بالظرف كل العناصر الأخرى. حلو أيوة. حلو. المثال أمثلة هي أنا هذا ضمير شخصي منفصل. أنا نعم. شوف هي أنت، بس هي نون ضايعة.
عليها الشرطة هاي المائدة. ايوه آت ما نلفظها. آت أخنن نحن. أخنن بالعبري شلون يقولوا أخنن؟ نحن. نحن. لا أخنن. أيوة. وبعدين عندنا آها بالعربي ولو يسموه اسم إشارة، لا نحن ضمير إشارة، نحن عندنا ضميرها هذا. آها معناه هذا. يعني مثل هو. أيوة هذا، لا هذا إشارة، هذا وهؤلاء اسم إشارة. وذلك أيوة اسم إشارة. بس نحن اسماء الإشارة عندنا ضمائر، هي ضمائر إشارة نحن. حلو. آها أني هؤلاء أني. أيوة. آها أني. رح نجي لها كلها. شفت أبونا لو تحط مثل ما عملنا بين قوسين بعد كل كلمة بتسهل علينا القراءة. أيوة كيف قراءتها بالعربي. أيوة لفظتها بالعربي. نعم. وهيك بعدين يعني عمل بسيطة جدا. هي بسيطة. وبعدين مشان نتدرب على الأحرف، لأنه الأحرف تاعتكم صعبة يا أخي الأمر. لأنه لا يعني صراحة، لأنه إحنا مش خالصين من الفرنسي، تيجي بعدين عربي، بعدين سرياني، بعدين عبري، لك وين توقف؟ لا أنا أقرأ كتاب يقول لك فيه بالعالم 30,000 لغة. فشو تخلص 30,000 لغة. 30,000 اللغة منها تكتب ومنها لا تكتب. وشوف الجوجل كم يترجمون لكم لغة. جوجل يترجم وكل اللغة إلى أحرفها. فيعني أنت لو تحط لنا بين قوسين اللفظ العربي والمعنى، هيك نتعلم الكلمة وتعلم وبعدين نعرف المعنى حتى، بس اللفظ ما حطيته. بس راح لا حتى اللفظ حمل اللفظ راح حطه وبعدها المعنى. عفارب عليك. أيوة مشان إحنا نتدرب على الأحرف. جميل جدا. شكرا على الملاحظة. حلو. بعدين عندنا طبعا المتصلة هي هاء بوحدها. شوف هاء هي هاء هي توازي هاء العربية، الهاء الأخيرة العربية. أيوة. مثلا يقول بيته. أيوة. هنا أبونا تملك. شوف أنا عندي ملاحظة. نعم. لأنه هذا متصلة اكتبها من خلال جملة وهي أيوة من خلال كلمة. فاهم علي؟ بوقتها راح تجي هيك. أيوة هيك عملنا إياها. خليك. أيوة. وبعدين بس يعني خذ ملاحظة مشان إنك يعني لا تنسى. أوكي عملها. أو تعرف شو يعني تعملها حتى بالأحمر الآن هذا مشان تعرف إنه هنا عندك ملاحظة. فاهم علي؟ إذا تحطها بالأحمر أيوة حتى بالأحمر تعرف إنه واحد عمل لك ملاحظة. أيوة عفارم عليك يعني مشان تسهل عليك تجدها. لأنه من كثر ملاحظاتي حتقول هذا كثير الحكي سامي. فشوف أستاذ سامي، الهاء بوحدها بدون نقطة كبيرة تقابل هو بالعربي. مثلا بيته بيت. والهاء مع نقطة فوقها لفظها نفس اللفظ، بس شو هذه علامة على المؤنث تأنيث، أنه تقابل العربي بيتها. هذا بيته مثلا أخلي بيت قبل هذه يصير بيته، وهذه بيته بيته. بس هي تلفظ نفس الشيء. كلها راح تجي أبونا بس تلفظ نفس الشيء. لا طبعا المؤنث قبلها الحرف اللي قبله ياخذ والمذكر الحرف اللي قبله ياخذ او او. راح نجي هاي كلها انا مفصلها كلها شارحها في لا منيح هيك. لما نجي على الضمير لا تستعجل. منيح يعني الحركة بتصير على الحرف القبل وعليها. ايوه هذا مهم. لان ما انتبهت كيف شارحها كلها مليح مع الامثله ومع الشرح كثير. لما نجي عليه هون فقط يعني عرض بسيط. منيح بس يعني خلينا نستفيد. يلا سريع. ايوه الضمير. والرابع العنصر الرابع والقسم الرابع من الكلام هو الفعل سعرانا. طبعا بالهاي نلفظها سعرانا او نقول. وماذا تعني سعرانا الفعل يعني،
ومن من جذر سعار أو ساعر يعني يفعل. فعل سعرانة. سعار أنت بتقول. سعار إيه سعار. بالعبري قلبوا الأحرف. عسر أظن، مش سعار. عسر. عدسي هم يقولوا. سعار أنت تقول عدسي. على كل مو مشكلة، أنا ما بعرف كويس عبري يعني بفك الحرف، بس هذا ذكرني بالشيء فقط. المهم أيوة لازم تعلم عبري. فهذه وكلمة تشير إلى عمل طبعا مثل العربي، بس هي كاتبة يعني ولو عرفوه، بس لازم أحكي. لا مهم. إلى عمل ما، مثل قائم. قائم يعني يقوم. هي قلنا هاي بالمضارع، هو من يقابل العربي المضارع. قائم يقوم يعني بالعربي. أيوة. كاتبه تعني يقوم. وآزل. آزل يذهب. آزل. آزل. وكاتو يكتب. كاتب يكتب. بس الباء لا تلفظها. الباء تنقلب إلى واو. النقطة الكبيرة تحتها تصير كاتب. كان بالسابق نقول كاتو، اليوم كاتو. هي تكتبها بالباء وتلفظها بالواو. بالواو اي نعم. لأن النقطة الكبيرة اللي تحتها، إذا كان بلا نقطة نلفظها بعد تصير كاتب. أيوة فهمت. وبعدين تخمن يعني يفكر. مثل ما احنا نقول بالعربي خمن. خمن. يخمن. يخمن. بس يخمن أبونا مش يفكر فعلا يعني. يظن. أيوة يظن يعني يتصور، يظن يخمن. أيوة. لا هي هذه يخمن بالسرياني خاشو. أيوة. تخمن يعني يفكر. حلو جدا. أيوة. وبعدين عندها جاخك. أظن أبونا شمال أفريقيا بيقول بخمن. أبو أفكر أظن إنه شمال أفريقيا يستعمل هاي. خمن. طور روحكم. على كل يلا كمل. شو وبعدين؟ إن جاخك يضحك. جاخك. جاخك. يضحك بالعراقي. يضحك. كاخك انتوا تقولوها. جاخك. بالجيم المعطشة. ايوه الجيم دائما هي جي هي اصلا. احنا يسموها جيم معطشة ابونا. معطشة او المصرية انا اسويها. ايوه مصرية معطشة. نفس الشيء. معطشة. معطشة. اظن هيك مع بعض. كاخك. كاخ. وكاف طبعا ما لها حركة. كاخك. شوف الكاف الأخيرة المتصلة. كيف تكتب؟ تعلم هيك. هي وللفعل أشكال مختلفة نسبة إلى زمن حدوثه والشخص الذي يقوم به. راح نجي نشرحها. وأطول فصل هو فصل الفعل، هو عندنا أكيد عشرات الصفحات. حلو جدا. كما سنرى لاحقا. بعدين العنصر الآخر الخامس هو الظرف. الظرف بالعربي بالآشوري الملتا. يعني بالضبط على الفعل. أيضا ملتا على الكلمة، بس ملتا هي بالقديم كانت تعني أيضا الفعل بالقديم. الملتا مثل اللاتيني فيربوم، هو هم اسم هم فعل. فيربوم هم كلمة هم فعل. تمام. فيربوم هو باللاتيني. فاللغات بين القديمة ما كانت تميز بين الكلمة عامة والفعل. كان الكلمة هي أصل فعل هو. هيك يبين. فبس نحن أنا فصلت سعرانة الفعل، وملتا هو فقط كلمة أيضا. أيوة. الملتا على الفعل بالضبط. شوف أد فيربوم. أد باللاتيني، طبعا بالإنجليزي أد فيرب. أد على إلى لي. الملتا كثير تشبه يعني الفكرة. حلو.
وهي كلمة غير متغيرة، ما تتغير، يعني ما لا جمع لا مفرد لا هذه، لا، غير متغيرة، تتبع الفعل. وهذا أيوة. ما يميزها عن حرف الجر. بعدين نجي هاي كلها شارحها أنا. غير أيوة. متغيرة، تتبع الفعل وتعرف عليه، تعرف على الفعل. الظروف على أنواع مختلفة، هناك ظرف مكان، ظرف زمان، وظرف حالة، وإلى آخره. مثل قام، قام، قام بالدال المصمتة. أيوة. لما قام أيوة. يعني قبل. قام. أها. مثلا آه. قام رمشة قبل المساء. رمشة هي أبونا قبل شو هو تبريق الحرف المساء. الثاني؟ شو هو الحرف قام. الثاني؟ الحرف الثاني هو الدال، الدال، إيه وبعدين بس هذا الميم. أنت كيف تلفظ الكلمة؟ قام، الدال ما الفظها، لو شوف معطلة هي. هاي اللي شايفها شرطة، الشرطة فوقها آه. قام. إيه شو بالقديم بك؟ كان قدام، قدام، قدام. قدام، إحنا بنقول بالعربي لحد اليوم قدام. قدام، قبل، قام. أنتوا تكتبوها بس لا تلفظوها. ايوه، مو هاي اللي قلت لك، الشرطة فوقاتها تلفت معطل. نظرنا انه انتبه، هاي ما تلفظ. حلو جدا. أيوة. قام. ايوه، لان انا كنت وين راحت هاي الحرف، ليش ما بيلفظ؟ هلا فهمت. هلا فهمت. هلا فهمت. هاي مطرودة او مسحوتة او مثل ما تقول ايوه. ايوه. ضايعة، مطلقة، مطلقة، ما من قلنا المغضوب، من مطلقة. المغضوب هذا هو عليهم. مطلقانة، مطلقانة، المطلق هذا ايوه. هذا. ايوه. ايوه، من هاي المغضوب الشرطة هي عليهم. المطلقة. مغضوب عليهم. فالدال ما تلفظ، قام. وكذلك بار، شوف بار، ايوه. تاء ما تلفظ، هي بالأصل باثر بالقديم، بس ما نلفظها، بار، 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 وتعني بعد، بعد. قام قبل، وبار بعد. شفت لو تحط لنا اللفظ والكلمة بعد بتسهل ايه علينا اكيد، القراءة. اكيد راح احطها لك. كيف؟ ايوه، ايوه. يعني اي ارحمنا. وبعدين عندنا بقدمت، 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 ساكنة هي. بقدمت يعني صباحا، أو في الصباح، بس في الصباح هي بالضبط، في الصباح. قدمت ليش قدمت صارت صباح أبونا قدمت؟ هي قدمت هي صباح، قدمت صباحا. هو قدمت اسم، لكن لما يجي هاي يعني الباء قبلها تتحول إلى ظرف. قدمت. صباحا، قدمت. يعني يعني مثل ما اليوم تقول أنا شفت، رأيتك صباحا، مو رأيتك صباح، رأيتك صباح ما يصير. لا احنا رأيت بنقول. صباح، لكن رأيتك صباحا بس فتصير احنا ظرف. نقول، تعال شو نقول. رأيتك بالصباح. أو بالصباح، بالضبط، بالضبط. هذه هي يعني بالصباح، أنا كان لازم أقول صباح بالصباح. هي ايوه. حتى تكون بالضبط يعني، بالضبط، صباح. بالصباح، ايوه، فارم عليك. هيك صح. هيك بتوضح اكثر. وتضيف صباحا نفس الشيء. اترك صباحا كمان. حط فاصلة. ايه، ايه، حلو إيه، جدا. صباحا. صح. ايوه. ومساء بالمساء، برمشة بالمساء. رمشة. برمشة. هيك رمشة بريخة رمشة. ايوه، رمشة بريخة، إيه ايوه. بس عندي سؤال أبونا، لأن تفضل. كل الناس يقولوا لي ليش رمشة صارت مساء؟ يعني ليش رمشة هو مساء؟ ايه، رمشة، ايوه عربي، رمشة غير شيء، ورمشة غير. إيه. رمشة، ما رمشة هو جذر. العين، رمشة، رمشة. إيه بس شو الجذر تاع الكلمة؟ رماش، رماشة، رمش، رماشة، رمش. يعني يعني مسة، يمس. مشى. مسى ليك مشى. ايه، مسى. ايوه، مسة. رمشة يعني مسى لأنه ايوه، بدل السين هو الشين. نعم، نعم. رمشة. بس ليش الراء؟ ليش جاء اضاف عليه؟ ليش ما تقول مشى بدل مشى؟ لا، مو مشى، هي مسة، يمسي. انت مش فاهم مساء، علي. لا. امسى، او شو تقولوا انه اليوم تمسينا. ايوه. 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 مو لا بس. تمسينا، آه، يعني آه، سوينا مسا سوية، تمسينا. لا لا، بس انا شوف السؤال تاعي شو هو. ايه. هو لانه مساء ميم سين الف همزه بالعربي، م. هي كانها مشاه.
كأنه مشى. بس الراء لماذا؟ يعني احنا ما نقول رمصة. لا هذا مو عربي، هذا سرياني يعني قديم. رمشة، يعني بس رمش. يعني هل الراء هاي إلها إشارة اللي أضيفت إلى المساء مشان نسوي؟ لا هي رماش. الأساس جذر هو رماش، راء أساسية يعني، مو مضافة. رماش بس احنا ما نقول هو المضيف اللي رمساء. يضيف الباء هذه، وبعدين حركة الآ وهذه. فهمت هلا، فهمت. مش عايز اجادل لان انت تعبتني. مسا يمس. صباح رمش، مسا يتمسى مسا. لان انت تقول لي رمش بريخ، انا من وين جت هي رمش؟ هل هي رمش؟ مساء هلا مبارك. فهمت، هي مسا. بس ايوه اضفتوا مساء لها، مبارك، رمش بريخ. بس انتوا اضفتم لها الراء. لا هي مو مسا غير ايوه بالعربي مسا. ما هي مشاء ابونا، هي نفس الاحرف، ميم سين الف. انتوا الشين بدل السين هي الشين، والالف هي الف، والميم هي ميم. الاضافه، الفرق بين العربي والسرياني والاشوري هي حرف الراء البدائيه. ايه وبالاصل يعني بالاصل هي بالاصل، مو اضافه. يعني هي ربما بالعربي هي اصلا نعم رمش. رمصة. رمصة. انا ايه يعني انا هشوف لك اذا عندنا بالفعل باللغه العربيه فعل رمصة. رمس. ايوه لانه رمس. ربما احنا عندنا الكلمه ربما جائز. ابقت جذور لها. انت ربما كمل بعدين. رمشة بالمساء. رب سويانا إيتا. سنجي إلى الصيغة الأخرى للظرف اللي بيه نقدر نحن من الاسم أن نشتق الظرف. سويانا إيت. سو هاي تحت نقطة صير واو. سو يا نا إيت. هاي هالمقطع إيت نخليه كثير إضافة إلى اسم بعد إجراء بعض هذه شارحها في حينه. يصير ظرف، مثل بالضبط باللغات اللاتينية عندك مثلا probably، probablemente، ايوه probabile هو اسم، اه probablemente يصير ظرف. ايوه probablement. probablement بالفرنسي probablemente. فهذا إيت يلعب نفس الدور اللي يلعبه ما ومنته. ايوه صويانا إيت يعني طوعا إراديا من إرادته. صويانا هي إرادة، صويانا إيت إراديا. ايوه إراديا، خلي أكتبها إراديا يمكن أحسن. ايوه اراديا. إراديا. ايوه فارم عليك. إراديا. ايوه قطيرائيت. قطيرائيت. قطي طاء والتاء طبعا الفرق بيناتهم كبير، الطاء والتاء. الطاء قطيرائيت. شوف هاي تاء وهاي ايوه تاء. قطيرائيت يعني جبرا، مو إراديا، جبرا. طيرائيت. ايوه قطيرائيت. طيب. قطيرائيت. طاريت. ايوه قطيرائيت من قطار قطر. أيوة قطار قطارة يجبر. قطرة. ايوه قطره يعني لانه شد هو وقطره قطرة. غصبه على شيء. ما هو قطرة بالعربي يعني جره جروا ايه يعني ايه بالجر يعني جروا بالزور بالقوة. بالقوة. ايوه بالضبط. جره بدون ارادته. ايه في ايوه هاي. جره. ولذلك بالاشوري ايضا والقديم ايضا قطار بالاشوريه يعني جبر او سحب او ايه مثل قطرة بالقطره الفعل ايوه العربي موجود قطرة. قطر القطار هو اللي يسحب. بالضبط. والجزيرة، شبه جزيرة قطر قطيرتا كان يسموها الاشوريين. قطيرتا ليش؟ لانه مربوطة بالبر، بالبر السعودي. مجرورة يعني مجرورة. ايوه مجرورة. ايوه مقطورة. ايوه مقطورة. قطيرتا بالضبط يعني مقطورة. قطر. قطر شفت هي. علي كيف ايوه اصلها هي الكلمات قطيرتا. آه شفت كيف حلو هذا، إنه نشوف أصل الكلمات كيف مرتبطة ببعضها. شايفة غريبة. إيه في كثير ما من هالقضايا يعني واحد ما يقدر. حد يقدر كان يفكر إنه قطر تعني هيك قطرة. قطر. ليش؟ قطرة لأنه يعني مجرورة مقطورة. ومرتبطة مربوطة بالبر. أيوة. إيه إيه
هل هي جزيرة ولا هي شبه شبه جزيرة؟ جزيرة، هي مربوطة بالهذه آه بالسعودية. أيوه 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 أيوه، مقطورة. مقطورة هي كانت. شفتم؟ لما طيرتها. تسمعوا كلمة قطر تعرفوا إنها مقطورة. طير هي طيرتها بالسرياني أصلها آشوري، وكان يسموها آشوري قطرتها. وعندنا نحن مثل ما مرات حكيت لك، في عندنا جوري القطرايا أيوه أو القطري. جبرائيل القطري. هو هذا عندنا من الآباء الكنيسة يعني كبار. الكاتب هو كاتب كنسي كبير. آه وكتب الجزء الأول من منهاج أو طقس القداس اللي نستعمله كل يوم أحد. آه هو كاتبه هذا جبرائيل قطرايا، جبرائيل يعني كان يعيش القطري. في قطر؟ أيوه أيوه، لأن قطر كان مسيحية كلها. أوف 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 أوف. ايه بعدين هو راح هذا شو اسمه بحرين وقطر كلهم هذه كانت وصلت المسيحيه من الساحل المقابل لايران، هذا ساحل الخليج العربي او الفارسي يسموه هذا. كان راحوا هيك مع الساحل الى عمان وايضا بعدين حضرموت ويمن. أيوه أيوه، في كنيسة هناك كانت. كنيسه مسيحيين كانوا كلهم. كلهم كانوا صاروا مسيحيين. يعني وقت ما جاء الإسلام. فشو سوى يعني محمد قال لهم، وكان هم أملاك عندهم هاي، فقال يقول بعث هذه لهم وفود، قال للكبار مالتهم إما تصيرون مسلمين أيوه فتقدرون أن تحافظون على أملاككم ومناطقكم هذه، وإما إذا ما تستسلموا تبقون على دينكم مسيحي لازم تتنازلون عن كل أملاككم أها. جزية، وتدفعون جزية طبعا. فيقول قسم كبير من الملاك، ناس كانوا عندهم أملاك وهذه، استسلموا صاروا مسلمين. أنت تقول استسلموا يعني أسلموا. أسلموا. هم استسلموا فعلا، استسلموا، كلمة أسلموا. صحيحة. أسلموا. استسلموا، مش أسلموا، نعم، استسلموا، هاي الكلمة موجودة يعني في صحيحة. التواريخ القديمة هذه. حلو جدا، حلو جدا، حلو جدا، هذا حلو جدا. هاي بحرين احنا وقطر. نتعلم التاريخ، هيك بنتعلم التاريخ فعلا. كان هيك نتعلم التاريخ. شوف هاي ايه. تصير تقديرائية ودانا شوف وين طلعنا. حلو حلو. معلومات كثيرة تجي تسحب واحدة من الأخرى. ايوه، مهم مشان نربط الكلام الشيء ببعضه. بالشيء يذكر. أيوة ايوه. بالضبط. هاي الظروف، ظرف الملتا. حرف الجر بعدين عندنا هذه السادس، حرف الجر العنصر السادس حرف الجر، واسمه قديمة سيامه. قديمة سيامه، كلمتين هي ايه. قديمة سيامه باللغة العشرية القديمة طبعا هاي، ومعناها بالضبط بريبوزيسيونه. انت كتبت خطأ، بريبوزيشن، بريبوزيشن لازم تكتب الواو بعد الاو بعد اوه ناسيها الواو، نعم صح. preposition. كأنك انت كتبتها لما على الافطار، ما اكلت الافطار فاكلت الاو. ايه الظاهر هيك. ظاهر هيك. يمكن بالجسم النسخة الأولى ما كان موجودة، بس بعدين تعرف هالكمبيوتر واحد ومن كثر آه. الحروف المختلفة اللي نكتب بيها تصير الله كثير يعين. مرات هذه الأمور. الله يعين. خلي أشوف لك هي أسويها. الله يعينك. ايه. بريبو. حط احمر، حط احمر بعدين. أيوة لا هاي صارت انتهينا. ايوه حلو جدا. خير البر عاجله، هذا هو. يلا منيح منيح. خلصناها. اوكي. preposition بالانجليزي. بالضبط. هي قديمة، قبل، سبق آه. السيامة، سائم يعني الوضع، ايوه وضع بوزيسيونه، ايوه الوضع المكان، الوضع. ايوه. قديمة سيامة. إيه. وهي آه. إيه. إيه. غريبة. بس قريب. هذا، أبونا عندي سؤال هنا. نعم. الأسماء هذول تاعون القواعد الأشورية، هل مأخوذة من اللاتينية؟ من اللاتينية أخذوها منكم أم أنتم اخترعتوها؟ هذه ما أعرف، أنا كثير رايت أعرف هالشيء هذا، لأنه قديما بالكتب القديمة هاي موجودة. فلا ذاك الوقت كان لاتيني طبعا، ما انجليزي، هو هذه لاتيني او يوناني ما اعرف اذا ماخذين احنا منهم يعني، او كفكره يعني، مو نفس الكلمه هي، ولكن هي نفس طبيعة الفكره، الحال، نفس المعنى يعني نفس تنطق. التركيبة. بالفعل. ليش؟ لانه دائما تجي هالحروف قبل الاسم. أيوه 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 تمام. قبل أيوه أيوه الكلمه، أيوه قبل الوضع. تمام. أيوه أيوه أيوه. حلو قديمة جدا، الصيام حلو. يعني من وظيفتها اسمها، سموها اسمها.
شفت كيف أنا بسأل أسئلة أوقات محلة بس حلو. يعني لأنه يعني حشري. هذا منطق اللغة يعني، أو علم اللغة. أيوه أيوه أيوه، ما هو المنطق من هذا؟ لماذا سميت؟ ونفس الشيء أبونا، حتى الكلمات القواعد العربية مو معروف كيف أخذت. يعني طبعا واحد يعرف، لازم طبعا. يدرس هذا الوضع، وما بعرف إذا هم إيه. يعرف. شفت حرف إيه. الجر سموه عرب ليش؟ على اساس إن تجر الكلمة او الاسم، أيوه يعني أيوه انه يخليه مجرور يكون. إيه. أيوه 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 جرة. إيه، حرف الجر. أيوه 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 أيوه. وهي كلمة عندنا في او كلمة او حرف، هي كلمة او حرف غير متغير ايضا. إيه. يتبع الاسم أيوه ويعرف عليه. مثل. أيوه مثل جاو جاو جاو، يعني في. كاو فيه. جاو، ايه جاو. جاو آه. في. إيه. طب من وين هجت الفي كاويك؟ كاو. قاوي داخله يصير، إذا تقول قاوي. أبونا لهيك احنا بنقول جوا. بالضبط، جوا. أيوة، جوا وهيك قوة بنقول قوة الأجواء. قوة قوة قوة، المصريين يقولوا قوة. جوا يعني جوا البيت، داخل البيت. صح. جوا جاية من قاوي. أيوة في، يعني القاو في. هو أيوة حرف اسم الجر. أيوة. اسم الجر. والقاوي يصير ظرف، يعني داخله قاوة. لهيك هو جاء كمان أبونا. الجوايا بالعربي هي المصارين وغيره الموجود ببطن الحيوان اللي يشتروه. فهمت علي؟ جوايز، نحن نقول قوايد. هاي شوف هيك. قوايد كاسة، يعني داخل البطن. ايوه ايوه ايوه. هاي جواي. وبعدين يقول الطيور في الجو. جو. جو ايه هاي؟ ما جو هواء. هو يعني الجو ما بين السماء والارض. ايوه، في يمكن ايه يكون ايضا. هو اظن هو ابونا استاذنا تكلم بهذا الموضوع جوايا وهذول. جاب الموضوع هذا بخصوص كلمة أخرى ذكرها مذكورة أنا في كتابي. يا جوايا. ايوه ما اعرفش بعلاقه مع اي كلمه، بس انا ذاكرها بالهوامش حرجع لها. قوايد. حلو حلو جدا. قوايد. شفت قوايد. كيف؟ شوف جوايا. موجودة، شوف هون موجودة، هذه قواي. قواي. يعني شوف هذه شو؟ يعني داخل. هي نفس قوايا داخل. وقواي. شو الفرق بين قواي. الاثنين؟ قواي. إيه. وقوايه إذا خلي هي يعني داخله داخله. بس ابونا شو الفرق بين قوا وقواي؟ جو في. جو. ايوه مثلا نقول أنا جو بيتها، جو بيتها، يعني ايوه أنا في البيت. ايوه. إيه. أما تقول أنا جواي، أنا بالداخل. أنا في ايوه الداخل. جوات البيت احنا نقول أيوة، جوات البيت جواي. قواي. لانه هي الجيم. أيوة. فهو الجيم انتم بتلفظوها جيم. جي، إيه ما في جيم، جي هي ما في. ايوه احنا بنقول جوا. جوا جوا. انا جوات البيت. أيوة والله. جواي. ايوه جوات البيت. انت ممكن تتكلم جوا هو هي عاميه. هي أيوة. عاميه ليست باللغه العربيه. جوات البيت يعني داخل شوف البيت. العامية. وقال أستاذ كريستوف أنه كثير مرات هي الكلمات السريانية القديمة باقية باللهجات العربية. ايوه 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 يعني ايوه, أيوة. أنه سقطت من اللغة النحوي. لا تستعمل. بقت باللهجات. لأنه ايوه كثير كلمات أستاذ سامي باللهجات العربية، العراقية، السورية، اللبنانية، الأردنية. في كلمات أصلها سرياني، هي شوية ايوه بس اكيد. محرر شوية، يعني مغير بها، بس هي أصلها. ليش؟ لأنه بالعربي الفصيحي ما في. إذا اها. هاي كانت لهجات عربية، زين، ايه. كان لازم يكون بالفصيحي، تمام. ايوه 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 ايوه. عندما كلمة من الناطقين بالعربية في البلدان هذه يستعملوها بلهجاتهم وهي غير موجودة بالعربي أصلي، ايوه فمعناها ايوه جاية من لغة أخرى مو من العربي. ايوه ايوه. ابونا انا رحت البتراء. منطق. انا رحت البتراء في الاردن. شفت ولد صغير يلعب يرعى غنم.
حكينا معاه أبونا لغته لا تنفهم، لغته لا تنفهم. نقول له كرر يا ابني شو تقول، ويحكي لغة ما أعرف من وين بأي لغة يحكي، بدوي. ربما نبطي أو مثل هيك، ما بعرف. نبطي. مثل هيك يعني. كلك هذا الراعي ما فهمت عليه جملة واحدة. شفت عمره كمان شو كمان 6-7 سنين مثل هيك، 7 سنين. ايه. وفي يعني عندنا حتى باليمن والعمان ايوه تكلم في هم يحكون مرات بالتلفزيون، يطلعون معاهم اكو باليوتيوب قسم مسوينا زيارات هيك سياحيه بالجبال اليمن، يحكون لغه ما نفهمها، يقول مو عربي اصلا. اليمن كذلك قسم. بس ابونا اليمن الجيم بيرفضها جيم. شفت مثل يعني جيم. باليمن انا لاحظت ما يقولوا الجمهوريه اليمنيه، بتقول الجمهوريه. وحتى القاف يرفضوها جيم هم. اي حتى القاف. اي قال يقول احنا هو تشي. جي. تشي مثل بضحك، بتشذب، الكاف بتشذب. شوف شلون الشعوب هذه. بس حلوة جدا هاي اللهجات، كيف انتقلت من لهجة إلى أخرى. أكيد. واحد كان كتب في إحدى الحلقات، ما أتذكر قبل، لما كنا يقول لا هاي سرياني هي من اللهجات العربية. شوف إذا لهجات عربية معناها كان لازم بالعربي الفصيح كلها موجودة هذه. بالعكس اللهجات العربية اللي كلمات اللي ما موجودة بالعربي الفصيح هي ماخذية من السريانية. أكيد لأنه العربية، لا، اللغة العربية لم تحتفظ بها. اللغة العربية لم تحتفظ بهذه الكلمات. إلا أظن نادرا، يعني إحنا شفنا القرآن احتفظ ببعض الكلمات. العرب ما استعملوه، ما عادوا يستعملوها. سقطت من القاموس، يعني سقطت من الكلام. بقيت في الكلام لأنه كان لازم يجدوا لها معنى. تحايلوا على النص. ما وجدوها معنى فعرفوها معنى ما عرفوها. لهيك يعني أنا اليوم في كلمة وقعت عليها وشفت الطبري كيف يفسرها، أعطى لها 10 معاني مختلفة أبونا، ويبدأ اختلف أهل التأويل في فهم هذه الكلمة. وبعدين بعطية، فأنا قررت أعمل هيك، إنه إذا الكلمة إلها عند الطبري 10 معاني أعطي 10 معاني. حلو، زين تعمل أكيد. حتى يبين انه شوف انه ما هي ما لها معنى، لانه ما يعرفوا معنى. هم الكتب التفسير الحديث ابونا يعطوا معنى واحد، كانه منزل معنى واحد. يهملون البقيه، يهملون المعنى. نفس الشيء ابونا اللي يترجم، ياخذ الترجمات الانجليزيه والفرنسيه والايطاليه، يعطيك ترجمه واحده. انا في ترجمتي لا، أعطي ترجمتي وأعطي 3-4 ترجمات أخرى مليح بالهوامش. مليح عمل. يعني هذول شوف هم فهموا غير طريقة، هم فهموا يعني أنت أمين أكثر للقرآن منهم. أيوة. فيعني في الترجمة والغربيين يعني غريبين إنه ما حد يستشهد بالآخر أبونا، ولو ينقل عنه ما يستشهد به. غريب. ولو ينقل عنه ما يستشهد. انه لازم الامانه يعني الامانه شو اسمه العلميه. الامانه العلميه، حق الفكر على كله منيح. نرجع لحروف الجر هذه. جو داخل على نفس الشيء. على شوف العل هذه بعدين راح نشوف بالقديم وبالحديث. عل هي ايضا واجت يظن بالقران، يعني دخل ايضا معناه
عل، أيوة. أيوة. المهم بس هو طبعا هذا حرف جر على. قا 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 قاف أيوة أليف قا قا أيوة إلى أيوة. إلى أها، ليش هاي؟ قا ليش هي إلى صارت إلى؟ بالأشهر الحديث هيك قا إلى. واللام وحدها ملتصقة بالاسم نفس اللام العربية اللي ملتصقة مثلا للولد، للابن. مثلا لما نقول أعطيت أعطيت الكتاب للأستاذ. أيوة هاي لا، أيوة هاي لا. أيوة. يقول لي كتابة الرابي إحنا يكون عندنا بالفلاح رايح للبلد. أيوة مش إلى البلد، رايح للبلد. فإذا نربطها. هي قا خش لي قابيتها. كبيتها. إلى قا. لا بس ليش؟ من وين جاي هاي كلمة قي؟ إذا صارت إلى، قا. هل إلها فعل؟ هل جاي لا شيء؟ لا لا لا، هو حرف جر، حرف جر قا. منيح، بس هل هناك فعل قريب إلها؟ لا لا لا، ما في فعل. إلى. إلى. أيوه. آه. اللي يكون أبونا هاي مختصر لكلمة أخرى آه. آه، قا آه، هي تجي قا بعدين تجي راح نشوفها. أداة ربط. قد تصير قاف ودال قد. أيوة، هذا اللي أنا أقوله. لأنه في أحرف جر هي مختصر لكلام. هي قاف بعدين زائد دال. ونحذف الألف بها تصير قاد. يعني معناه من أجل. أيوة. تصير أداة ربط تربط الكلمات والجمل. كمل غير الله شيء، بعيد. غير شيء. قاد. فهمنا. بعدين اللام وحدها ليه. وقواي قلنا حكينا عنها من قاو قواي جواته. جوات قواي بالضبط جوا. أيوة جوا. علل فوق. علل يعني على. على. علل لأنه فوق. علل. على فوق. الحرف الأول هو عين، مش عين. هيك؟ علل. 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 احنا بنقول العلالي. علالي علوها علي. تعرف العلالي شو هي؟ لا. العلالي هو الطابق الثاني. عليت. احنا بنسميه العلالي. علية. شوف بالإنجيل لما يقولوا في العلية يسموه عربي، نحن ايوه. عربناها عليتها. هي يعني الطابق الأعلى العالي أعلى. لهيك بقول علية صهيون. علية صهيون بالضبط. عليتها صهيون عليتها. العلية. أيوة علية. نعم. العلية أيوة. بالضبط. علالي شايف كثير كيف لها رباط ترتبط بعضها البعض. حلو جدا. حلو. نجي هسه للعنصر الأخير وهو أداة الربط اللي أيوة. بتربط ونسميه السارة. يعني يعني الرابط اللي بيقصر. اللي يربط. أيوة. هل هي لها علاقة مع أسير؟ السيرة أيضا. السيرة أو أسير. السيرة يعني المربوط. أسر. أيوة المربوط هو لأنه مأسور. أيوة. سارة. أيوة. كونجونكتيف أيضا. شوف أيوة. كونجونتيفو. يعني ايه المربوط هذا مربوط. معناته ربط. كونجونكتيف. مربوط. كونجونكسيون. كونجكشن هي أيوة كونجونكتيف. وهي عبارة عن كلمة أو حرف يربط بين كلمتين أو جملتين. مثل أيوة. دال. شوف الدال وحدها هذه. هاي الدال تعطي معنى الذي أو الذين. دي هذا اللي احنا شفناها. هذا دي. دي أيضا تعطي معنى دي التي مثلا إذا أقول بيت دي شمعون، يعني بيتت شمع. هنا هي حرف تستعمل حرف ربط بس للإضافة. بيتت شمع. أي دي شمع.
أي البيت كازا دي سيمون، كازا دي. أيوة وهاي مش هيك؟ ده هذه هنا تجي إذا بلي أيضا هيك، ولكن أيضا ممكن تصير إذا قبل الجملة تصير تربط الجملتين إذا ربطت فتعني الذي. دي الذي يعني الذي لشمعون. أيوة الذي لشمعون. أيوة أيوة فهمت. دي مثلا حتى مثل غائية، بالإلياني دي غائية مثلا أنا خرجت من البيت لأذهب آه. بطلين بيتا آزل يذهب، آزن أنا أذهب، آزن لكي أذهب. تجي شوف تنطي معنى لكي، تنطي معنى الذي، تنطي معنى الإضافة، كثير معاني. هاي الداشوز صغيرة هي، ولكن أعمالها وأفعالها كبيرة كثير، أكبر من رأسها. كثير عندها شو اسمه، عينها أكبر من بطنها. من بطن. أكبر من رأسها، يعمل أعمال أكبر من رأسه. وبعدين عندنا أوب. أيوة معناه وكذلك، أوب كذلك. دال الذي المهم. بعدين نجي هاي تفصيليا كلها نشوف. وين أيوة أو ين أو ين خوارا ينكوما، أبيض أو أسود، خوارا ينكوما. ين خشلغ ينتيلغ، رحت أو جيت. احنا نقولها بالعربية يا هيك. تمام صح بالعامي ايوه شفت ماخوذها هاي ين ايوه والكلمة الأخيرة شو هاي؟ كد مو قد، كد ايوه كاف دال كد يعني حيث. ايوه خد حلو جدا. كد. ايوه هاي ادوات ربط بعضها طبعا كثير، بعدين ناخذها كلها فصل كامل لها. سنقدم شرحا مفصل لكل من هذه العناصر في الفصول القادمة. حلو جدا. ابونا هلا صارت الساعة كاملة، 7:15 صارت ساعة كاملة. فيعني احنا لازم هنا نتوقف. بدي اظن ابونا في كتب اشورية، قواعد اشورية غير هذا الكتاب تاعك؟ في كتاب آخر عملوه واحد في إيران أيضا من جماعتنا من قريتنا الأصلية، هو بس جدا ملخص وصغير. وبعدين خاصة الأفعال يستخدم غير الطريقة القديمة، الفعل يفعل ما أعرف إيش، فعل فعيل فعول، هذه فأنا ما استعملت الطريقة هذه، لا الطريقة لهذا سميتها قواعد الحديثة للغة العاشورية المعاصرة. حلو جدا يعني حتى تكون أكثر أسهل، يعني أسهل. عملت مثل ما عملت بشتة بوقتها. تبسيط المبسطة. انت ممكن تسميه الكتاب تاعك مثل بشطة القواعد المبسطة للغة الأشورية الحديثة. فاهم علي؟ هيك. وبعدين الكتاب الأشوري باللغة الأشورية تكتبه القواعد البشطة. جراماتيقي بشطة للشانات وراي. أيوة. شفت؟ هاي فكرة حلوة. شو رأيك تغير عناوين هيك تظبط الأمر وتقول هذا، بس لا تنسى تقول هذا سامي بس شو في بعض الأماكن يمكن بعض الأمور أكثر صعبتها راح تشوف. فما أقدر أقول هذه الشيء هذا، بس طريقة أخرى، يعني طريقة شوي حديثة. على كل أنا شاكر فضلك أبونا، يعني فعلا استفدت، حتى يعني فتحت مخي. أنا كان عقلي مسكر، هلا صار فاتح أكثر. احنا يقولون بالفرنسي
je dormirai moi idiot. هيك يقولوا عشاك بالفرنسي، هيك يقولوا بالفرنسي. عشاك انت. ايوه تسلم تسلم ابونا. لا يعني ما هو هو اظن هو افلاطون لما كان كبير بالعمر بدا يتعلم الجيتار، الموسيقى. قالوا له بعمرك تلك تتعلم الموسيقى؟ قال لي افضل يقولوا مات هو يتعلم مما يقول مات وهو جاهل. حلو 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 حلو. أي فأنا أفضل أقول لهم أنا يعني متت وأنا أتعلم أشوري، ولا إني متت وأنا جهل الأشورية. الله علي. يطول بعمرك ان شاء تسلم الله. تسلم تسلم. عمرك يا ريت يا ريت كنت عمر أعرف كله أشوري مثلك ان شاء الله. وعبري مثل غيري، ايوه مثل غيرك، علشان لكان طبعا العربية للقرآن تطلع تحفة. ان لكن شاء الله. أهو ان بفضلك شاء الله يعني الايام بيننا ان شاء الله راح الأيام بيننا، وبعدين يعني ما هو أنت اللي حتكمل الطبعة العربية مشان الأشورية. نعم لازم لنا قعدات، لازم قعدات، وبعدين صحيح نظبط الأمور. صحيح صحيح. إيه إيه. أبونا أنا شاكر بالسرور. فضلك، أرجو ايوه المشاهدين إيه. يشتركوا في القناة وفعلوا الفصل الجرس. الفصل القادم طبعا نحن راح نبدا بالاسم بالعنصر الاول من هذه بس للعلم. ايوه على إيه. كل إيه. انتظار الحلقة القادمة. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. وبعدين يهمنا جدا تكتبوا ملاحظاتكم، صح. وتقولوا لنا هل عجبكم الدرس ولا لا. واذا عايزين يعني مثلا تقول انت يا سامي تلغي كثير، اسكت. فاهم علي؟ خليها جلسة جدية. أو تحب تقولوا لا زود النكت ما في عليها مانع. يعني نبهونا. هي اكيد اراء مختلفه اكيد هذا. وبعدين أنا يعني كثير حكي مثل ما أنتم شايفين. كثير حكي حلو. كثير حكي. على كل يا شكرا. أبونا أنا شاكر فضلك. الحلقة الأولى تاعت اليوم أنا نشرتها وجاء عليها لحد الآن أبونا، وإحنا قاعدين هيك بالقعدة هاي القصيرة 53 مشاهد. ما شاء الله. إيه شفت 53 مشاهد كم وإحنا لطيف. إيه. يعني حلو جدا إنه إحنا نحضر لهم مشان يكون الحلقة القادمة. إيه أبونا رمشة بريخة. رمشبري خرابي سامي رمشبري. وشو اسمه وسلام للعائلة إلى امين. اللقاء. يوم الاثنين. يوم الاثنين ويوم السبت للي عايز عندنا حلقة نقاش عن الختان. والبارح عملنا حلقة مشان تشوفوها في قناتي عن المرحوم محمود محمد طه مع مرشح سابق لرئاسة السودان. يعني قد يهمكم ذلك. هي طويلة شوي 3 ساعات بس كان الموضوع مهم جدا. مرحوم محمود محمد طه اللي أنا كتبت عنه كتاب ممكن تحملوه مجانا فقط مشان يعني تنتبهوا، لأنه قليل الناس اللي كتبوا عنه. يعني أنا كنت دافع عنه، السودانيين كانوا رافضينه. شو تعمل فيه؟ هتعمل ايه؟ بس يعني حبوبين جدا السودانيين، يعني لازم نقول الحقيقة. نعم. نقول الحقيقة انه جدا جدا يعني حبابين. ابونا لم شبليخة والى اللقاء. إلى اللقاء. شكرا لك. ربنا سلامة.